الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن يحفظ الأحاديث؟ من يحفظ؟ قلنا لكم الحديث الثاني الكل يحفظه، صح؟ من حفظ الحديث الثاني؟ الجميع يحفظ الحديث الثاني، وكذلك الحديث الثالث. من يسمع؟ ما في. نقرأ الحديث الرابع، ولكن غدا الجميع يأتي بالحديث الثاني والثالث. مفهوم؟ من لم يسمع اليوم يسمع غدا إن شاء الله الحديث الثاني والثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. من توضأ فليستنشق. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فائدة ما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه راوي أكثر، والذي روى أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث، مع أنه أسلم متأخرا، إلا أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما في المسجد ينام مع أهل الصفة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم دائما، وهو معه في أكثر الأوقات، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن الله عز وجل يجعله حافظا، معنى هذا الدعاء. فقد أكثر أبو هريرة رضي الله عنه من الأحاديث، ولذلك يقول أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بلغت 5000 حديث أو نحو ذلك التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر المؤلف الآن 4 أحاديث، هذا الحديث الرابع، والثلاثة الأحاديث جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني كذلك الحديث الثالث اشترك مع أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، وهذا الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم، أي وضوء للصلاة، هذا فيه
في يعني هذا الحديث بعض يعني أو نقول يعني واجبات الوضوء، بعض واجبات الوضوء. قال: إذا توضأ أحدكم، شرع في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، لينتثر، ثم لينتثر. أولا يجعل أي يستنشق، المراد يجعل أي يستنشق، وهذا يعني فسر هذه اللفظة رواية مسلم، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق. ما هو الاستنشاق؟ أن يدخل الماء إلى أنفه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فليجعل، يأخذ ماء ثم يدخله إلى أنفه، مع المضمضة سيأتي يعني معنى حكم المضمضة، لكن هنا الاستنشاق. ثم لينتثر، ثم لينتثر أي يخرج الماء من الأنف بالدفع، هكذا، بدفع الماء. وهذا يعني واجب، الاستنشاق والاستنثار واجب، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، الأمر، لام الأمر، لام الأمر، يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهذا فيه دليل على وجوب يعني الاستنشاق والاستنثار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر. الاستجمار هو مسح يعني محل البول أو الغائط، محل البول أو الغائط. إذا بال يعني العبد وليس هناك ماء، ليس عنده ماء، فإنه يستجمر. والاستجمار يكون بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة، كالخشب أو المنديل. عرفتم المنديل؟ ما هو؟ تيسو. المنديل تيسو، أيوة. الآن كثير من يعني خاصة في يعني المطارات، وهذا منديل، يفعلوا منديل. بعضهم ما يوجد ماء للغسل، يوجد منديل فقط. فهذا هو يعني الاستجمار. إذا لم يوجد ماء فإنه يستجمر. إذا لم يوجد ماء، هنا يعني بلاد اندونيسيا لا أظن أنه لا يوجد ماء، صح؟ عندكم لا أظن، لكن عندنا يعني في اليمن وفي غيرها يعني ربما لا يوجد. إذا خرج إلى البادية، خرج إلى الصحراء، لا يوجد ماء. أما هنا ما شاء الله في كل مكان موجود نهر، يوجد الماء. لكن في يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره يعني يكون في بعض الأماكن. وقد يكون الرجل يحتاج إلى يعني جاءه البول أو الغائط وهو في غابة ولا يوجد ماء، ليس معنى ذلك أنه، لكن عندكم في النادر قد يكون في الغابة وما في ماء، ويعني جاء قضى حاجته من بول أو غائط، فليستجمر.
واجب عليه، لا يقوم بدون، إذا لم يوجد الماء يستجمر، مفهوم؟ لا يترك محل البول أو الغائط بدون استجمار ويلبس الثياب بدون أن يستجمر، هذا يعني ربما يلوث ثيابه، فيعني إذا كان في الغابة وقضى حاجته ثم يعني لم يستجمر، ثم جاء وقت الصلاة ويقول يعني سأذهب، يعني هناك لربما ماء، بعد ذلك يعني غسل بالماء مكان يعني البول أو الغائط، غسله بالماء ويقول سأصلي، يعني ثيابه يكون فيها نجاسة يأتي فيها من البول وغير يعني والغائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ومن استجمر فليوتر. الأمر للوجوب أن يكون الاستجمار وترا. ما معنى وتر؟ انجي مثل تجاء لما أيوة هكذا، هذا هو الوتر. وأقل الوتر 3 أحجار، هذا أقل وتر. موجود واحد صح، لكن أقل شيء في الاستجمار 3. أقل شيء في الاستجمار 3 يعني حديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار، فأقل الوتر 3. فإن لم ينقي يعني بقي من يعني الغائط أو يعني من يعني أثر البول فليزد إلى 5، وله أن يزيد إلى 7 يعني بالوتر، لابد أن يكون بالوتر، أن يستجمر 7 مرات أو 5 مرات. لكن إذا أنقى يعني صار صافي في 3 أحجار ب3 أحجار فهذا يجزئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، الاستيقاظ من النوم هذا يعني ذكر العلماء أنه يكون في القيام من نوم الليل، هذا خاص بنوم الليل. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، قبل أن يدخلهما فليغسل يديه. معروف اليد هذا فقط، الكف، مفهوم؟ هذا يعني متفق عليه. يعني اليد من هنا إلى من أطراف الأصابع إلى مفصل، يعني المفصل هذا المفصل من الكف هذا الذراع. ولكن يعني الله عز وجل عندما أمرنا في الوضوء بغسل اليدين ماذا قال الله عز وجل؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لو قال فقط وأيديكم سنغسل هذا لأن هذا المراد، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ إلى المرافق. فاليد إذا أطلقت المراد بها هذا. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل تقطع يد السارق من هنا أو من هنا؟ من المرفق أو من الساعد؟ لا، من هنا، من الساعد، لا تقطع من هنا يد السارق، لأن إذا أطلقت اليد المراد بها هذا فقط.
الكف فقط. والله عز وجل لما أمرنا بالوضوء بين، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لم يقل أيديكم فقط، بل قال إلى المرافق، أي هذا المرفق يغسل معه، وإلى بمعنى مع المرفق، مع المرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. لا تدخل يديك، قمت من النوم هناك إناء موجود، لا تدخل يدك، تريد أن تتوضأ صح؟ تقوم من النوم تريد أن تتوضأ، لا تدخل يدك في الإناء، لا، تغسلها، تخرج الماء ثم تغسل يديك أولا ثم تدخل يديك. فلا يقمس أحدكم يده، كما يعني في لفظ آخر: فلا يقمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والآن الحمد لله ما أحتاج هذا، صح؟ موجود الحنفية، صح؟ ولكن لابد أن تغسله، لابد لهذا الحديث، هذا فيه الوجوب، وجوب غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فليغسل يديه ثلاثا، تغسل يديك أولا ثم يعني تتوضأ وضوءك للصلاة، وسيأتي معنا صفة الوضوء. لماذا؟ ما هو العلة؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأنه لا يدري، لعلها يعني احتمال نجاسة، يده فيها نجاسة، فيها نجاسة، فلذلك واجب على المسلم إذا استيقظ من نومه، أي نوم الليل المراد به الصحيح، على الصحيح المراد به نوم الليل، أن إذا كان معه ماء في الإناء لا يقمس، يخرج يعني هذا ثم يغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك يدخل يديه في الإناء. وإلا الآن الحنفية موجود، صح؟ تغسل يديك مباشرة بدون دخول، تفتح تغسلها ثلاثا ثم تتوضأ. وهذا يعني إذا استيقظ من نومه واجب أن يغسل يديه، أي الكف ثلاثا، ولكن في غير الاستيقاظ من النوم يستحب غسل الكفين، ليس من واجبات الوضوء غسل الكفين، وإنما الواجب عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت من جسمه ومن جسده، لعلها وقع فيها يعني نجاسة. قال: وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. هذا يعني تفسير: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أي استنشاق، فليستنشق هكذا، يأخذ ماء ثم ينتثر يخرج الماء، يخرج الماء. هذا من واجبات الوضوء، الاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء. قال: وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا أيضا تفسير فليجعل في أنفه ماء، أي المراد به الاستنشاق، المراد به الاستنشاق. إذن خلاصة هذا الحديث، ويعني المسائل التي، أو نقول بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى وجوب الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو أخذ الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو دفعه، إخراج الماء من
الأنف، وإخراج الماء من الأنف. المسألة الثانية الاستجمار، الوتر في الاستجمار. إذا استجمر أحدكم فليوتر، وأقل الوتر 3، وأقل الوتر 3 يعني أحجار. المسألة الثالثة عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم واجب. استيقاظ من النوم أي نوم الليل، هذا هو الصحيح، أن المراد به فقط هو نوم الليل، لأن الرسول قال إذا استيقظ، والاستيقاظ لا يطلق إلا على نوم الليل. أحدكم من نومه فليغسل يديه. ما المراد باليد؟ الكف 3، هذا واجب قبل أن يدخلوا ماء في الإناء. إذا كان يريد أن يتوضأ، هناك إناء، عرفتم إناء الماء موجود داخل، دلو موجود ماء، ويريد أن يتوضأ، لا يدخل، لا يجوز، وإنما يخرج الماء ويغسل يديه 3، ثم بعد ذلك يدخل يده. وإذا لم يكن هناك يعني ماء، وإنما هو حنفية مثل ما هو موجود حق الوضوء، خلاص يغسل، واجب أن يغسل يديه 3، هذا في حال الاستيقاظ من النوم. أما في غير الاستيقاظ من النوم فغسل اليدين أي الكفين مستحب، غسل الكفين عند الوضوء مستحب، تغسل كفيك قبل الوضوء، ما هو غسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق كما سيأتي معنا في صفة الوضوء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما هي العلة وما هو السبب؟ لأن الإنسان نائم لا يشعر أين كانت يده وأين يعني في جسده، فلربما لامستها النجاسة، لربما لامستها النجاسة، فلذلك يغسل يديه قبل أن يدخلهما إلى الإناء لكي لا يعني تنتقل النجاسة إلى ذلك الإناء. طيب، من عنده سؤال؟ ما لكم؟ هل أحد عنده سؤال وما في؟ جاء وقت الأذان صح؟ ما في سؤال؟ تحفظوا الحديث تمام؟ حاولوا تحفظوا الحديث. وأما الحديث الثاني والثالث صغير، غدا الجميع، أنا غدا بيسوع، ما معنى الجميع؟ يسمعه، مفهوم؟ تسميع، حفظ. الحديث الثاني والثالث، أيوة، هذا صغير واجب الحفظ لكي يتعودوا على الحفظ. وهذه الأحاديث أيضا تحاولوا، عندهم متن؟ ما فيه، لا يوجد، مشكلة هذا، لابد يكون عندهم متن، لابد يعني تأخذ لهم يعني 10 أحاديث، أولا تطبع 10 أحاديث فقط، ثم بعدين 10 هكذا. وإذا كان متن عمدة الأحكام موجود هنا طيب، لكن ما أظن صح؟ ليس موجود، خلاص تأخذ لهم 10 أحاديث. يمكن نختار بعض الأحاديث التي واجبة الحفظ
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.